أهلا وسهلا بيكم متابعين قناة حكايات ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن فيلم اختيار مريم. أعلن الفنان محمد رضوان عن فوز فيلم اختيار مريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي من خلال حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك. وكتب محمد رضوان: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فيلمنا اختيار مريم فاز ب3 جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي. جائزة أفضل ممثل في مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم اختيار مريم ذهبت إلى العبد لله محمد رضوان. وجائزة أفضل ممثلة موهوبة كانت لرشا سامي. وجائزة أفضل مخرج كانت لمحمود يحيى. وأضاف: الحمد لله الفيلم ده تجربة سينمائية مختلفة وجديدة، وبقدم فيه شخصية مختلفة تماما عن كل اللي قدمته. إن شاء الله قريبا بدور العرض ونتفرج عليه مع بعض. ويشارك الفنان محمد رضوان حاليا في فيلم عادل مش عادل اللي بيقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، ويجسد خلال الأحداث دور صاحب مكتب محاماة شرير. الفيلم بيشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ودينا وعدد آخر من الفنانين جاري الإعلان عن أساميهم. وهو قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسين كمال، وإخراج أحمد يسري. كما يشارك محمد رضوان حاليا في مسلسل العودة اللي بيقوم ببطولته الفنان شريف سليمة، وبيجسد خلال الأحداث شخصية صاحب مطعم سياحي. مسلسل العودة بطولة شريف سلامة، وليد فواز، صفاء سعد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة روما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية. وينتظر محمد رضوان حاليا عرض مسلسل على باب العمارة المقرر عرضه في شهر أكتوبر الجاري، والعمل بطولة حاتم صلاح وآية سماحة ومحمد محمود ومحمد رضوان وعزة لبيب وإبراهيم الشنواني ومحمد عبد العظيم وعدد من الوجوه الشابة. وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج خيري سالم. ويجسد حاتم صلاح خلال الأحداث دور شاب صعيدي بيأتي من قريته ليصبح حارس عقار، وتبدأ حكايته مع سكانها. وبكده الحكاية بتاعتنا هتكون خلصت. أتمنى منكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو انتوا لسه جداد، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.